مرحبا أصدقائي الأطفال، كيف حالكم؟ في برنامجكم براعم، حلقة جديدة لهذا اليوم، ومعنا تحديات وقصص وأشياء كثيرة سوف نتعلمها. مرحبا بكم أينما كنتم. معنا صديقنا منجوس. مرحبا منجوس، مرحبا. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. يا ترى كيف حال أصدقائنا الأطفال؟ هل هم بخير؟ هل أنتم بخير؟ هل أنتم بخير؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معنا أيضا صديقنا لهذا اليوم محمد. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. هل أنت بخير؟ نعم أخبر أصدقائنا أنك بخير. أنا بخير. الحمد هل لله. أنتم بخير؟ الحمد لله. إذا كعادتنا لهذا اليوم، ماذا تتوقعون أننا سنفعل؟ من سوف يقترح أو من سوف يعرف؟ حكاية؟ صحيح، أحسنت، ما حكاية لهذا اليوم. إذا يا أصدقائي الأطفال، هل أنتم مستعدون لقصتنا لهذا اليوم؟ هل أنتم متشوقون؟ أنا لا أسمع. أنتم أيضا متشوقون؟ نعم. تشوقون؟ كرروا معي: متشوقون. يا بنا إلى فقرتنا لهذا اليوم، قصة براعم. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في غابة هناك حين يعيش الأرانب والقردة وملك الغابة الأسد وكل حيوانات الغابة. كان هناك أسد شرير هو الملك. دائما ماذا يفعل؟ يأكل كل يوم أحد الحيوانات، فيقول لهم: ابعثوا لي أو ابعثون أحدا منكم لآكله. كل يوم يضحي بأحد أهل الغابة بأحد الحيوانات المسكينة. فجاء في يوم من الأيام الدور على من؟ على الأرنب. جاء الدور على الأرنب الصغير الأبيض الذكي، لكنه لم يشأ أن يذهب، لكن القرعة والدور كانت عليه، فكان يجب عليه أن يذهب إلى الملك الأسد ليأكله. تخيلوا ذلك. حزن الأرنب كثيرا، لم يشأ أن يذهب، لكنه مر بقدميه وذهب عبر الغابة إلى أين؟ إلى مكان الأسد ليأكله. وهو في الطريق يفكر: ماذا علي أن أفعل؟ يا ترى كيف أنقذ نفسي من هذه الورطة؟ يا ترى كيف أفعل؟ هل أهرب وأترك الأسد يأكل كل أصدقائي لأنه غاضب، أم أواجه الأسد بشجاعة وأضربه وأصارعه وأقتله؟ لكن الأسد أقوى مني، أنا أرنب صغير وهو مالك الغابة، كيف يمكنني أن أواجهه؟ هذا سوف يكون ماذا يا ترى؟ سوف يكون تهورا، وأن أؤدي بنفسي إلى التهلكة. إذا هل أذهب لأجعله يأكلني وحسب وأؤدي بنفسي إلى التهلكة مرة أخرى؟ ظل الأرنب يفكر ويفكر ويفكر، لكنه لم يعرف ماذا يفعل، إلى أن أتته الفكرة. ذهب إلى الملك الغابة وقال له: إنه دوري هذه المرة لكي تأكلني، ولكن أنا في طريقي إليك رأيت ملكا آخر أو أسدا آخر يدعي أنه ملك، ويقول: أنا ملك هذه الغابة، وأتوني بملككم لكي أطرحه أرضا وأشبعه ضربا. فقال له ملك الغابة الأسد: كيف يكون هناك أسدا غيري، وكيف يكون ملكا آخر غيري على هذه الغابة؟ أنا الملك الوحيد على هذه الغابة. انزعج وغضب جدا، وذهب إلى ذلك المكان الذي يوجد فيه الأسد الثاني. أخذه الأرنب معه إلى ذلك المكان. ذهبوا إلى مكان فيه بركة كبيرة، وقاده إليه وقال له: تعال أيها ملك الغابة، انظر إن الأسد الذي يستهزئ بك ويقول أنه هو الملك الوحيد هنا موجود. تقدم الأسد ملك الغابة لكي يقتله أو يشبعه ضربا. حينما وصل نظر إلى البركة المياه، فإذ به يرى أسدا آخر. أتدرون من هذا الأسد الذي رآه؟ لقد كان انعكاس صورته على سطح الماء، ولكنه مع الأسف لم يكن يعرف ذلك. حينما نظر ظن أن هناك أسدا آخر يريد أن يأخذ ملكه منه، ويريد أن يأخذ غابته منه، فغضب جدا وانقض عليه ليقع في بركة المياه. وحينما وقع في تلك البركة العالية جدا كانت، غرق الملك الغابة ولم يستطع أن يخرج منها، ومات وانتهى شره.
فرح عذرا الأرنب وذهب ليبشر أصدقائه بموت ملك الغابة الشرير وبأنهم صاروا أحرار طلقاء، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. انتهت قصتنا. يا ترى ماذا فهمنا من هذه القصة؟ وماذا عرفنا عن هذه القصة؟ من يخبرني؟ تفضلي محمد. لازم ما تكون واحد شرير، وإلا راح يكون مصيرك مرة ما كويس. صحيح، أحسنت. علينا أن نكون خياراً وطيبين لكي يكون نهايتنا دائماً سعيدة، أليس كذلك؟ نعم. أحسنت. ماذا أيضاً يا منجوس؟ هل لديك فكرة ما لتخبرنا بها؟ نعم نعم، ما هي هذه الفكرة؟ لا بد لنا من تعليم أصدقائنا الأطفال على الاعتماد على النفس، صحيح. وماذا أيضاً؟ وتشجيعهم باستمرار. صحيح، أحسنت. وأيضاً علينا أن نكون شجعاناً في مواجهة المشاكل. لا يجب أن نختبئ أو نفر منها أو نذهب إليها هكذا فيأكلنا الأسد مثل ما فعل مع أصدقائي الأرنب السابقين. لذلك علينا أن نكون شجعانا ونعرف كيف نتصرف في هكذا مواقف، أليس كذلك؟ نعم. هل هناك موقف ما حدث لكم أنتم أيضا يا أصدقائي الأطفال عرفتم فيها معنى الشجاعة واستطعتم أن تواجهوا مخاوفكم فيها؟ أخبرونا بذلك، نحن نريد أن نستمع من قصصكم. وأيضا يا منجوس، هل حدث لك قصة مثل هذا؟ نعم، ما هي؟ إنني كنت أخاف من الذهاب ليلا في الشارع، وكنت أخاف من الظلام، لكنني اعتمدت على نفسي وقررت أن أكون شجاعا، فذهبت ولم يكن هنالك شيء، ومنذ ذلك الوقت كنت أذهب لوحدي. ولكن يا منجوس، أليس هذا خطر عليك؟ هذه تهلكة أيضا، أن تذهب طفل صغير أنت وحدك في الشارع ليلا، أليس كذلك؟ نعم نعم بالتأكيد. ماذا سيفعل لك والداك؟ لابد أنهم سيمنعونني. صحيح. لذلك هذا ليس شجاعة يا منجوس، بل هذا تهور أن تخرج ليلا بمفردك، أليس كذلك؟ نعم نعم صحيح. يا منجوس، لا تكرر ذلك، اتفقنا؟ حسنا. ماذا رأيك يا محمد؟ هل تصرف منجوس هذا صحيح؟ لا. ليس صحيح، أليس كذلك؟ نعم. وماذا عنكم يا أصدقائي الأطفال؟ هل منجوس ما يفعله بخروجه ليلا يعتبر شجاعة أم تهور؟ لا 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 يا منجوس، لم نتخيل هذا منك، إن هذا تصرف خاطئ، لا تفعلوه أنتم أيضا يا أطفال، أليس كذلك يا منجوس؟ نعم صحيح، لن أفعل ذلك مجددا. أحسنت، هكذا تكون شجاعا، حينما تعرف الخطأ ولا تفعله. هل هناك موقف آخر يا محمد؟ نعم. أخبرنا بقصة. قد مرة أنا رحت مع صاحبي للبحر، يعني كان عندنا بحر قريب مننا. الحين أنا وصاحبي أول ما نزلنا للبحر رحنا لنص البحر. طيب الحين كنا قاعدين نسبح. الحين يعني صاحبي كان كذا، كان ما يقدر يتنفس، يعني الأكسجين حقته خلص. الحين وهو كان تحت الماء، يعني تحت الموية. الحين أنا سحبت لفوق، بعدين شفت إنه في إنه في سمك قرش ورانا. الحين أنا سحبته، والحين كنت قاعد أدفه يعني عشان نروح لآخر البحر. الحين أول ما رحنا لآخر البحر، يعني أنا أول شيء أنا مسكت صاحبي ورميته فوق البحر. الحين هو أول ما قام لقاني إنه أنا كنت راح أتأكل من سمك البحر. الحين كذا سحب، مسكني من يدي كذا سحبني لفوق. بعدين الحين صاحبي قال ثاني مرة لا تخلي نفسك لا تخلي نفسك في الخطر. صحيح، عليك ألا تترك نفسك في الخطر، فالشجاعة هي أن ترى الخطر ولا تقترب منه. والشجاعة حينما ترى مشكلة ما أنت وقعت فيها تتحمل مسؤوليتها وتواجهها وتقول الصدق، أليس كذلك؟ نعم. صحيح، مثل ما فعل صديقنا الأرنب في القصة حينما واجه الخطر والمشكلة التي كانت عليه بتصرف ذكي جدا
وحيلة ذكية لينقذ نفسه من الموت وينقذ أصدقائه الحيوانات، وعاشوا جميعا في سعادة ووئام. هكذا يجب علينا أن نكون نحن أيضا سعداء، وأيضا ماذا؟ صادقين وشجعان. يا أصدقائي، هل لديكم قصة أخرى تريدون أن تخبرنا بها عن الصداقة، وأيضا كيف يمكننا أن نكون شجعان معا؟ نعم. ما هي؟ الحين أنا نزلت للشارع، كان وقتها صباح، وكان يعني الشمس كانت مرة تحرق. الحين أمي قالت لي أحسن لا تروح عشان لا تكون يعني مرة كذا لا يدخل لك مرة حر، بعدين يكون يعني يوم يجي لك حر العرق يوم يطلع منك، يعني الحر يخليك إنك مثلا تتعود، ويجيك يعني كمان يوم تطلع مرة يجي لك وساخة زي كذا. الحين أمي قالت لي لو تبغى أنزل بعدين استحمى بعدين شوي استنى عشان شعرك يعني عشان شعرك ينشف. الحين أنا قلت لها أحسن يعني الحين أنزل وأطلع عشان الحين يعني بعدين أمي قالت لي طيب زي ما تبغى. الحين أول ما نزلت قلت لي يعني قبل ما أروح قلت لصاحبي لا عادي تنزل معايا نلعب مع بعض. بعدين أول ما قلت لصاحبي إنه ننزل كان أول شي خلينا أستأذن من أمي أو أبويا عشان أنزل. بعدين أول ما استأذن من أمه وأبوه الحين أمه قالت له طيب طيب تقدر تنزل. أبوه قال له كمان طيب. الحين أول ما نزلنا مع بعض لقينا كذا الباب كان مكسور، يعني ما كان قاعد ينفتح. الحين كنا قاعدين نحاول نفتحه بس ما قدرنا نفتح. الحين قبل ما نفتح الباب أول شيء أنا دقيت على دقيت على الباب حق بيتنا. بعدين قلت لأخويا الباب اتكسر، عادي تفتح لنا. الحين أخويا قال لي طيب راح أفتحه. واستطعتوا أن تفتحوا المشكلة وانفتحت الباب، صح؟ أليس أيوة. كذلك؟ أحسنت. أيضا يا منجوس، رأيتم ماذا فعل صديقنا محمد مع صديقه؟ كيف كانوا شجاعا واستطاعوا أن يفتحوا المشكلة التي كانت تواجههم؟ نعم بالتأكيد، وأهم من ذلك عندما استشاروا والديه فقد أذنوا له. صحيح. ماذا لدينا الآن يا منجوس؟ لابد أن نذهب إلى فاصل قصير. حسنا، اللقاء بعد الفاصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أعزائي الأطفال، أصدقائنا، مرحبا بكم مجددا. معكم نورة مهرية، صديقتكم، صديقة الأطفال، وصديقنا محمد، وصديقنا منجوس. مرحبا بكم مجددا. عدنا إليكم في برنامجكم براعم، هذه المرة بعدما سمعنا قصتنا، قصة الأرنب الذكي الشجاع الذي واجه خوفه وقتل الملك الشرير الأسد. ننتقل إلى فقرة مشوقة، فقرة رسم، فقرة لنتعلم معا إن صح التعبير، لنتعلم معا شيئا جديدا لهذا اليوم. هيا بنا. إذن نحتاج لفقرتنا لهذا اليوم ورقة بيضاء. هل أنتم جاهزين؟ الجميع يجلب ورقة بيضاء معه. نحتاج إلى قلم، علبة تلوين، مبرة، ممحى قد نحتاج إليها. حسنا، جاهز يا محمد؟ نعم. جاهز يا منجوس لتشاهدنا ونحن نتعلم كيف نرسم شيئا جميلا اليوم؟ نعم مستعد. حسنا، سوف نرى صديقنا محمد كيف سوف يبدع في هذه الفقرة. إنه يحب الرسم كثيرا، أليس كذلك؟ نعم. أحسنت. وأنتم أيضا يا أصدقائي، اليوم سوف نتعلم كيف نرسم مظلة. كيف نرسم مظلة. أحسنتم. خذوا قلما ورقة، هيا لنبدأ معا. أول شيء نرسم ماذا؟ نصف دائرة، نرسمهم هكذا، نصف دائرة.
حسنا، رسمنا نصف دائرة مثل ما تشاهدون. انظروا إلى نصف الدائرة الخاص بي، ثم نجعل نصف دائرة هكذا صغيرة 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 في تحت في المظلة هنا هكذا، نصف دائرة نصف دائرة، ثم من هنا نصف دائرة نصف دائرة هكذا، ونترك هذه المكان صغير جدا. تفضل. ونجلب هنا هكذا كأنها يد المظلة، كأنها يد ماذا؟ المظلة. ونقوم بنصف دائرة أخرى نلفها يد المظلة هكذا، وهكذا صارت لدينا مظلة. لكن نريد المظلة أن تكون مبتسمة، نريد المظلة أن تكون ماذا؟ لها عينان وفم وأنف. حسنا، نجعل المظلة لديها عين يبتسم، نجعل لها هكذا عين، نجعل لها هنا عين آخر وهي تبتسم هكذا. نلون الفم والعين باللون الأسود. انظروا ماذا رسمت. أعجبتكم الرسمة؟ هكذا تصبح مظلة جميلة. انظر يا محمد، نرى إلى أين وصلت يا محمد. أحسنت. والآن يرسم في العين الثانية، ثم سوف يرسم كمان ضاحكا جميلا مثلكم أنتم يا أصدقائي الأطفال، ليس كذلك؟ أحسنت، برافو. هكذا رسم أحلى مظلة محمد. الآن علينا أن نلون مظلتنا. ما هي الألوان التي تريدها يا محمد؟ أحمر. حسن، خذ لون أحمر ولون المظلة بلون أحمر. ماذا أيضا؟ أو فقط أحمر؟ أسود. حسن، خذ الأسود. أنا أريد أن ألون باللون الوردي وماذا أيضا؟ والبنفسجي. حسنا، هيا بنا لنلون مظلتنا. سوف تكون هذه المظلة بلون واحد، هذا ما أريده، ولكن القدم أو اليد سوف تكون بلون بنفسجي هكذا. لنلونها جيدا، إياكم أن تخرجوا عن الخط. حسنا يا أصدقائي، لنلون مظلتنا جيدا. أنا متشوقة لأرى مظلاتكم جميعا. راسلونا عبر الواتساب صوركم. حسنا، هذا ما اتفقنا. أرسلوا لنا أحلى صور من أحلى إبداعاتكم يا أصدقائي الأطفال. دعونا نرى إبداعاتكم. يا ها انظروا إلي كيف ألونها، إنها جميلة. لون لون لون. كيف رأيك في إبداعاتنا يا منجوس؟ إنها جميلة، أراها تضحك. صحيح. لكن أين اللون الأزرق؟ أنا أحب اللون الأزرق. لم نضع لون أزرق، لكن لا بأس، سوف أضعه في بعض قطرات المياه إذن. حسنا. لأجلك يا منجوس. حسنا، شكرا. عفوا. وأنا بانتظار كل رسوماتكم أيها الأصدقاء. إنني ألون. انظر كيف ألون يا منجوس. هل يمكنك أن تلون مثلي؟ أظن أنني أستطيع أن أفعل أفضل منك. يا إلهي، هل يمكنك أن ترسم أفضل مني وتلون أفضل مني؟ لا أظنك سوف ترسم وتلون أفضل من أصدقائي الأطفال الذين يشاهدوننا. إن كنت مني لا بأس، لكن أصدقائنا الأطفال يرسمون أفضل منك. صحيح صحيح. إنهم مبدعون جدا. لكن يجب أن يرسلوها لنا. صحيح، لنرى إبداعهم الجميل ونرى مهاراتهم في الرسم، أليس كذلك؟ نعم، ولا بد أن محمد مثلهم. صحيح، محمد رائع. إنها جميلة، قد أنهاها تقريبا. جميل، أحسنت يا محمد. خلصت. أحسنت، انتهى محمد. نزلت أنا ألون رسمتي. هل يمكنك أن تضع بعض قطرات المياه عليها؟ قطرات المياه. صحيح. ليست المظلة نستعملها في المطر وفي تحت أشعة الشمس، لكن نريد أن تكون هناك بعض من قطرات المياه عليها فوقها. وهكذا أكون قد لونت الرسمة الخاصة بي. انظروا كيف هي جميلة، ليست كذلك؟
أكيد رسمتكم أجمل يا أصدقائي الأطفال. أحسنت. أنا أريد الآن أن أرسم بعضا من قطرات المياه. قطرات المياه هكذا، تدرون صح؟ تعرفون كيف ترسموا قطرة مياه؟ فقط هكذا. انظروا، نجعل هنا كأنها مثلث ثم نصف دائرة هكذا، مثلث ثم نصف دائرة، مثلث هكذا، نصف دائرة كأنها بيضاوية قليلا. تمام، كأنك ترسم في بيضة لكنها حادة من الأعلى. هكذا تكون رسمت قطرة مياه. لونها باللون الأزرق تصبح قطرة مياه. حسنا، انظروا كيف رسمنا مطريتنا اليوم، إنها جميلة جدا، أليس كذلك؟ انظروا إلى هذه الرسمة، أريهم رسمتك. الله لا، ما شاء الله، إنه مبدع. أعطني هذه الرسمة لأريها في هذه الكاميرا. أحسن، انظروا إلى رسمة محمد، كاد أن ينهي هذه الغيمة ولكن لا بأس، إنها رائعة جدا. أحسنت يا محمد، 10 على 10، برافو. وأنتم أيضا، نحن ننتظر رسوماتكم يا أصدقاء الأطفال. هكذا تعلمنا معا كيف نرسم مظلة جميلة. صديقتنا أيضا، اصنعوا لها اسما وصوروها وارسلوا لها لنا واتساب. شكرا لكم جميعا. ما رأيك يا منجوس على رسمتنا؟ إنها جميلة جدا. ومحمد، إنني متحمس لمشاهدينا الأعزاء. حسنا، ماذا نقول لأصدقائنا في الختام؟ ننتظر منكم الصور الجميلة والتعليقات والمشاركات لكل إبداعاتكم. صحيح. ماذا نقول لهم أيضا يا صديقنا محمد؟ ارسلوا لنا في الواتساب الصور، سوف يعني راح نقومها إذا هي جميلة 10 من 10. أحسنتم جميعا. نلتقي بكم في عدد آخر وفي حلقة أخرى. إلى اللقاء. يلا، إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. la 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 la